ركز معايا، سؤال حلو. هل نعمل التركيبات بتاعتنا بورسلين او معدن عليها بورسلين، ولا نروح للسيراميكس زي الزيركون والايماكس؟ اكيد نروح للسيراميك زي الزيركون والايماكس. ليه بقى؟ رقم واحد، البورسلين هي بتبقى عباره عن طبقتين، طبقه المعدن وفوقيها طبقه البورسلين، والطبقتين دول ساعات بيفكوا من بعض وبيظهر اللون الاسود بتاع المعدن. رقم اتنين، البورسلين او المعدن عليه بورسلين هو بيتعمل بشكل يدوي، معظم خطواته بتبقى يدويه، فيبقى هامش الخطا فيها كبير جدا. لكن الزيركون والايماكس دول بيتصمموا على الكمبيوتر، والملف ده بيخش على المخرطه، والمخرطه بتخرطه بالكمبيوتر، فبالتالي هامش الخطا فيه بيبقى اقل كتير. الزيركون والايماكس شكلهم احسن كتير جدا، فبالتالي انا دايما بروح للسيراميكس زي الزيركون والايماكس، ما بشتغلش البورسلين او المعدن عليه بورسلين. طيب هل ده معناه ان البورسلين ده نوع سيء؟ لا، هو لا يزال من الانواع الكويسه واللي سعرها افوردبل وكويس جدا. الايماكس والزيركون سعره اعلى كتير، لكن هو احسن كتير من البورسلين او المعدن عليه بورسلين. ده كان سؤال تاني. انا دكتور محمد نجيب زياده، اخصائي علاج الجذور والتجميل، وده مركز ناس طب الاسنان. ولو عندك اي اسئله سيبها لي في الكومنتس ونجاوب عليها باذن الله. سلام.